أماكن نائية حيث يسود الصمت وتختبئ الأسرار تحت طبقات الزمن. تظهر أحياناً أشكال صخرية تثير الرعب والفضول في آن واحد، ومن بين أخطر هذه الأشكال وأكثرها غموضاً رأس الحارس. ما تراه أمامك ليس مجرد صخرة، ملامح وجه واضحة، عينان غائرتان، أنف بارز، وكأن هذا الرأس يراقب كل من يقترب. فهل هو مجرد تشكيل طبيعي، أم أنه حارس صامت لسر مدفون منذ مئات السنين؟ في عالم الإشارات يعتبر مجسم الرأس البشري من أقوى الرموز وأكثرها حساسية، لأنه لا يترك عبثاً، بل يقال إنه يستخدم للدلالة على كنوز مهمة أو قبور ذات قيمة عالية، وغالباً ما يكون مرتبطاً بشخصية ذات شأن. لكن السر لا يكمن فقط في شكل الرأس، بل في اتجاه نظره. دقق جيداً، إلى أين ينظر هذا الرأس؟ لأن الكثير من المحللين يرون أن اتجاه العين أو الوجه هو المفتاح، وقد يقود إلى الهدف الحقيقي، سواء كان مغارة، مدفن، أو مكان مخفي بعناية. وهناك تفصيل آخر لا يقل أهمية: هل توجد فتحات أو ثقوب في الرأس؟ كما نرى هنا، قد تكون هذه الفتحات دلالات على تثبيت قديم أو إشارات مرافقة تحمل معاني أعمق. لكن انتبه جيداً، ليس كل رأس يعني كنزاً، فالطبيعة قادرة على نحت أشكال مذهلة تخدع حتى أصحاب الخبرة. لهذا يجب دائماً طرح الأسئلة: هل المكان استراتيجي؟ هل توجد إشارات أخرى قريبة؟ هل هناك انسجام بين الشكل والموقع؟ تخيل فقط أن هذا الرأس لم يكن مجرد حجر، بل حارس حقيقي لسر عظيم يقف صامتا منذ قرون ينتظر من يفهم رسالته. الآن جاء دورك. هل ترى في هذا المجسم إشارة مقصودة، أم مجرد خدعة بصرية صنعتها الطبيعة؟ شارك رأيك في التعليقات، ولا تنسى، في عالم الإشارات التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق الكبير.